هناك عالم لا يسمع منه سوى صوت قلبك. في هذه اللحظات يكون للسكينة معنى أعمق من مجرد غياب الضوضاء. إنها فرصة للقاء الذات بكل صراحة. اجلس وتوقف عن الركض خلف الزمن. انظر حولك كيف يمتزج ضوء القمر الباهت مع أول خيوط الفجر. كل هذه الظواهر تحمل في طياتها رسائل عن التجدد، عن الفرصة الثانية، عن كيف أن كل بداية جديدة تحمل بين طياتها أسرار النهاية القديمة. اسأل نفسك: ما الذي يمنحني السكينة في هذا الصباح؟ هل هي تلك اللحظات التي تمر دون أن ألتفت للخلف، أو تلك اللحظات التي أعيد فيها اكتشاف ذاتي؟ هذه السكينة إن ما تعنيها لك هي الممداد الذي ستستمد منه طاقتك لبقية اليوم. الحوار الداخلي واللقاء مع الذات. في زحمة الأصوات التي تملأ حياتنا اليومية غالبا ما نغفل عن الحوار الذي يجرى داخلنا. هذا الحوار هو الرسالة التي يخطها عقلك وقلبك معا ليرشدك نحو الحقيقة. في كل صباح حينما تقف أمام المرآة، اجلس مع نفسك لسوالف طويلة تتحدث عن الهموم والأفراح، عن النجاحات والإخفاقات. استمع إلى ذلك الصوت الذي ربما يكون هادئا، لكن يحمل بين طياته قوى تغير مجرى يومك. أسئلة كبرى تصاحبنا في كل صباح: من أنا؟ ما الذي أبحث عنه في هذه الحياة؟ كيف يمكنني أن أكون أفضل نسخة من نفسي؟ في هذه اللحظات التأملية لا توجد أجوبة صحيحة أو خاطئة، فقط بصيص من الحكمة ينير الطريق. تعلم أن تعطي نفسك حقها من الرفق والحنان. لا تكون قاسيا على ذاتك، بل امنحها تلك الفرصة لتكون صديقتك المقربة، لتسمح لها أن تعبر عن مشاعرها دون حكم أو نقد. مواجهة التقلبات. عبور على جسر الألم والفرح. الحياة ليست مسارا خطيا، بل هي مزيج من الفرح والألم، من الأمل والخيبة. تخيلها كالنهر الجاري، قد يتوقف في بعض الأحيان وتتبدد طاقته عند الصخور، لكنه دائما يجد طريقه نحو البحر. أحيانا تكون مواجهة الألم ضرورية لتعلم دروس لم تكن ستتعلمها في أحضان الراحة، ولتكن لحظات الألم تلك وسيلة لفهم متى يكون الفرح في انتظاره خلف كل منعطف. عندما تمر بأيام صعبة، تذكر أن الألم ليس نهاية القصة، إنه فصل من فصول رواية حياتك التي تكتبها بيديك. وهكذا يجب أن نحتضن كل هذه المشاعر، وأن نتقبلها كجزء لا يتجزأ من كوننا. كل دمعة تذكرك بأنك حي، وكل ضحكة تملأ الصباح بأن الحياة تستحق أن تعاش. في حضرة الطبيعة وحنين الوجود. هناك سحر لا يضاهى في الطبيعة، يعبق في هواء الصباح البارد وفي رائحة الندى على الورود. عندما تعانق الطبيعة تشعر بأنك جزء من كل شيء، بأنك تندمج مع هذا الكون الواسع. تمتد الأشجار بجلودها الخضراء كأذرع ترحب بك، وتغني الطيور لحن الحياة دون أي توقع مقابل. انظر إلى السماء كيف تزدان بالغيوم والضوء، وكأنها مرآة تعكس أعماق روحك. تأمل في حقيقة أن كل ورقة شجر تروي قصة، وكل قطرة ماء تحمل رسالة. في تلك اللحظات تجد أن الطبيعة تتحدث إليك بلغتها السرية، تخبرك أن الحب والجمال لا يفترقان، وأن التجديد يولد من رحم التغيير. معاني الوجود والسعي نحو الذات. ما معنى الوجود؟ سؤال فلسفي طالما رافق العقول